مثلا لو ضغطت على اوديو اوفر فيو هو هيبدا يعمل لك السورسز دي على هيئه بودكاست، ويجيب لك البيانات اللي فيها على هيئه بودكاست. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفيديو ده مش خاص بفلاتر او بالاي اي تولز الخاصه بفلاتر. الفيديو ده خاص بمين اللي يقدر يشوفه؟ الفيديو ده خاص باي حد جوه مستوى التعليم، اي واحد بيحب يتعلم حاجه جديده والكونتنت بتاعها كبير ويحب ان هو يسمعه او يلخصه في حاجات صغيره جدا. لو انت طالب في كليه، لو انت طالب في ثانويه عامه، لو انت طالب في مدرسه، لو انت طالب ما بعد الكليه بتدرس حاجات ومعاك كتاب عايز تلخصه، التول دي بتسهل عليك الموضوع جدا 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 جدا. يعني انا هنا دلوقتي مثلا هنبدا نشغلها معاك ونجربها. انا مش عايز الفيديو يطول معانا، هنبدا نجربها وهنشوف بتشتغل ازاي بالظبط. يعني التول بتاعتنا النهارده اسمها نوت بوك ال ام. التول دي مدعومه من جوجل، تقدر ان هي تعمل لك الموضوع اللي انا لسه قايل لحضرتك عليه ده. هتيجي هنا تعمل بعد ما تعمل ساين اب بجوجل، هتيجي تعمل لوجن، تدخل على الاكونت بتاعك هيكون بالشكل اللي قدامك ده. هنعمل زوم يعني بس شويه، يكون بالشكل ده. هتيجي هنا تضغط على create new notebook. بعد ما تدخل هنا، هو هنا دلوقتي بيقول لك ايه؟ انت عايز تسيرش ذا ويب نيو سورس، يعني انت هنا تقدر تكتب الحاجه اللي انت عايز تسيرش عليها لو انت معكش الكونتنت بتاعها. يعني انت هنا مثلا هنكتب object oriented programming with java مثلا او dart، وتدوس انتر. هو هيبدأ هنا يسرش على الريسورسز وهيجيبها لك. وبعد ما يجيبها هيجي جايب لك الكونتنت بتاعها هنا، وهيقول لك انت عايز تختار مين منها بالظبط وتقدر انت تختارها. يعني هو هنا هيجيب لك كونتنت كتيرة، يعني هنا هو جاب لك 3 وفي هنا 7 7 مور ريسورسز، يعني 10 سورس هو جابهم لك. انا هنا مثلا عملت لهم امبورت، هيبدأ ان هو يقرا الداتا اللي فيهم كلها. بعد ما يقرا الداتا دي المفروض ان هو هنا هيظهر لك البيانات بتاعتهم هنا. تمام، بس انا هنا دلوقتي انا مش عايز البيانات دي، يعني نوت هعمل select all resources وعايزين نعمل لها delete. لو جيت هنا كده على كل واحد هعمل له remove. ماشي، هريموف السورسز دي، يعني نوت في 9 سورس مختارينهم. هيبدأ ان هو يجيب لي البيانات بتاعتهم. طب هنا هو جاب لي كلام بالعربي، تمام، وهنا كده لخصهم لي. اقدر ان أنا اعمل شات على الريسورسز او السورسز دي حرفيا، اقدر اكتب الكلام اللي انا عايزه. طب انا مش عايز الحاجات دي، او انا مش عايز اسيرش على الويب، لا انا معايا كونتنت وعايز ارفعه. هتيجي هنا هتيجي عامل ابلود فايل. بعد ما تضغط ابلود فايل هيفتح لك الملفات بتاعتك على الجهاز، تحمل الملف اللي انت عايزه. لو معاك ملف على درايف، لو انت معاك تكست عايز تهندله تاخده كوبي بيست. لو انت في موقع معين عايز تجيب اللينك بتاعه مباشرة، ويب سايت او فيديو من على يوتيوب، هو بيعمل الحاجات دي كلها. تمام، هنا مثلا احنا هنكتفي بالحاجات اللي قدامنا دي. طب هنا والله انا عايز اغير اللغه، مش عايزها عربي، انا اقدر ان انا هنا اخليها انجليزي. هنا اهوت بختار اللغه اللي انا عايزها ايا كانت، في هنا جميع اللغات تقريبا. طب انا والله مثلا عايز انجليزي، انا مستواي كويس في الانجليزي فعايز اختار انجليزي. اخترته وهعمل سيف، وهاجي هنا هعمل ريفرش. هلاقي الكونتنت اللي هو جابه لي بدل العربي، لا هلاقي هنا اتحول لانجليزي واقدر اشتغل عليه انجليزي عادي جدا جدا جدا. هنا هو بيحمل الكلام. طب انا ايه العمليات اللي انا اقدر اعملها على الملفات بتاعتي هنا في الحاله اللي زي كده؟ والله انا اقدر هنا اعمل زي شات، اللي هو انت بتتكلم مع الملفات. يعني انا مثلا هقول له summary the basic concepts. ماشي، انا بقول له هنا لخص لي الكونسبت الاساسيه في السورسز اللي انت جبتها والبيانات اللي انت جبتها لي دي. تمام، هيبدا ان هو هنا يعمل لي العمليه دي عليها ويجيب لي الكلام هنا في كور الاو بي. طب والله ايه كمان؟ انا اقدر هنا اعمل اوديو اوفر فيو. يعني هنا مثلا لو ضغطت على اوديو اوفر فيو هو هيبدا يعمل لك السورسز دي على هيئه بودكاست، ويجيب لك البيانات اللي فيها على هيئه بودكاست بطريقه كويسه جدا ما بين راجل وست. طيب والله هنا اقدر اعمل عليها فيديو، يعني أنا هنا اقدر اعمل دلوقتي فيديو اوفر فيو. الفيديو ده هيكون عباره عن ايه؟ عن الكونتنت اللي قدامك ده بطريقه فيها زي جرافيكس، بطريقه فيها انيميشن، بيشرح لك برضو الكلام اثناء ما الفيديو شغال. والله انا اقدر هنا برضو اعمل مايند ماب، بيلخص لك الحاجات الاساسيه اللي في الكونتنت اللي هو جايبه لك عندك ده. هنشوفها دلوقتي برضو مع بعض. يقدر يعمل لك ريبورت عن الملفات. ماشي، انت هنا بتختار الستايل اللي انت هتعملها بيه. ماشي، تقدر تختار اي حاجه من دول. يعني هنا مثلا سورس كي
كي انسايتس اند كودز. ان أنا مثلا لو اخترت الطريقه دي هيبدا ان هو يشتغل لك هنا بناء عليها. اقدر ان انا اعمل فلاش كارد. فلاش كارد دي هو بيظبط لك الملف بتاعك لاي سؤال وجواب. هنشوفها برضو دلوقتي مع بعض. تقدر انت تعمل كويز على السورس اللي انت جبته كويز. تقدر انت تعمل انفوجرافيك. انفوجرافيك دي حاجه رايقه قوي، بيلخص لك السورس بتاعك اللي انت عطيه له، ايا كان ملف او اتنين او تلاته او كتاب، في سلايد واحده. السلايد دي بيكون فيها الكونتنت بطريقه رايقه جدا جدا جدا. هوريها لكم برضو دلوقتي على الاو بي اللي احنا عملناها. في حاجه اسمها سلايد ديسك، يعني هو بيعمل لك دي على ايه ملف بي دي اف حرفيا. معاك لحد 15 سلايد، بيقدر ان هو يعمل لك الكونتنت ده لحد 15 سلايد. بتكون حاجه فوق العظمه. بيكون فيها اشكال وحاجات معموله بتساعدك ان انت تفهم وتحفظ. هنشوف الحاجات دي كلها دلوقتي مع بعض. طبعا في منها حاجات بتاخد وقت وفي منها حاجات بتتعمل بسرعه. يعني احنا دلوقتي الحاجات اللي اتعملت المايند ماب نقدر ان احنا نشوفها مع بعض. هنا هو عمل بيقول لك الاو بي بيست براكتسز اند برنسبلز. بيقول لك هنا الكور او بي برنسبل. تقدر انت هنا تعمل انكابسوليشن انهيرتنس وتشوف البيانات اللي فيهم. طب في هنا سوليد برنسبل. طب في هنا ديفلوبر بوست براكتس. في هنا المودرن جافا فيتشر. الحاجات دي كلها تقدر تعملها كولابس. تقدر تعرضها بالشكل اللي قدامك ده زي مايند ماب. تقدر تفتحها بالطريقه دي وتقدر ان انت تقفلها. طيب دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ انا والله دلوقتي هعمل لها كلها اكسباند، وهاجي هنا اقدر ان انا انزلها عندي على الجهاز. ماشي. تقدر انت تنزل دي عندك على الجهاز على هيئة صورة وتذاكر منها براحتك. اوكي. دي كانت اول حاجة اتعملت معايا. والله هنا في هنا بروجرامينج كويز، وعمل لك كويز على السورس اللي هو اخده. ماشي. احنا والله عايزين نفتح الكويز. هو هنا عامل لك 10 اسئلة. ماشي. نصور بس الشاشة شوية. بيقول لك هنا الحاجات دي تقدر انت تختار الاجابه. هيقول لك هو صح ولا غلط. يعني انا اخترت اجابه هو قال لي لا هي غلط، وبيقول لك الصح هو ريت انسر لي. طب والله نيكست السؤال اللي بعده. يقول لك هنا ان جافا وات فاندمنتال كابابيلتي. ماشي. abstract class from an inheritance. بيقول لك ايه الفرق ماشي تقريبا ما بين الابستراكت والانترفيس. هتيجي هنا برضه تختار الاجابه ويقول لك هي صح ولا غلط، وهكذا. ماشي لحد ما تخلص الاسئله. ماشي. يعني هنا بيقول لك what is the decimal equivalent للرقم ده. 01. ماشي. 0123. يبقى الرقم ده بيساوي كام؟ 1248. يبقى 1 و4 5 و8 13. ماشي. يبقى الإجابة بتاعتي هنا 13، وقال لك ليه هي صح. وهكذا لحد ما تخلص الأسئلة وهيجيب لك السكور بتاعك في الآخر. دي برضو كانت الحاجة التانية اللي هو عملها هنا معايا. في كمان الفلاش كارد اللي احنا قلنا عليها. هو بيعمل لك الملف على يد سؤال وجواب. يعني هنا بيقول لك who is credited with inventing the difference engine and the analytical engine procedure to the modern computer. بيقول لك هو هنا سألك سؤال ولو ضغطت عليها هيجيب لك الإجابة. ماشي. هو هنا مقسمنا دي ل 54 كارد على هيئة سؤال وجواب. حاجة لذيذة جدا. ماشي. في هنا ايه كمان؟ ده الانفوجرافيك. هتشوف دلوقتي الشكل اللي هو لخص لك بيه الحاجات بالرسومات بالحاجات بتاعته. شكل لذيذ جدا. يعني fundamental design abstract class vs inheritance. في هنا هو بيلخص لك الشغل بمعنى أصح بطريقة تكون كويسة، بحيث إن هي أنت عينك ما تملش وأنت بتذاكر، ويكون فيها تلخيص بأبسط صورة. فاهمني؟ يعني إنها تقول لك هل هي فيها مالتيبل انهيرتنس ولا لأ، الستيت، الكونستراكتورز، الحاجات دي. ده الريبورت اللي هو عمله عن الملف برضو. كده باقي الأوديو والفيديو والسلايد ديسك هو لسه شغال عليهم، لانهم بياخدوا وقت، لان هو بيحتاج ان هو يشتغل على السورسز دي كلها بحيث ان هو يطلع لك نتيجه كويسه في الاخر. وبرضه من ضمن الحاجات الكويسه اللي في الاوديو ان هو لو انت عامل الاوديو بالانجليزي تقدر انت تبقى انتراكتيف معاه. انتراكتيف معاه ازاي؟ يعني انت تقدر تتكلم معاه وهو يرد عليك. يعني انت لو بتتكلم انجليزي وعايز تتكلم معاه تناقشه في الملفات، وما تقدر تعمل ده عادي. بس لو عربي ما فيهوش الميزه اللي هو بتاع ان انت تناقشه. الفيديو انا هوقفه حوالي دقيقتين علشان الجزء ده على ما يكمل، علشان بياخد وقت بس ومدة الفيديو ما تبقاش طويلة.
اول ما يخلص هنرجع ونكمل الحتة دي مع بعض، وكده نبقى خلصنا الفيديو ان شاء الله. ونرجع تاني يا شباب. دلوقتي يعتبر كان باقي 3 حاجات اللي هو كان لسه شغال بيعمل لهم جنريت: الفيديو والاوديو والسلايد ديسك. ودلوقتي يعتبر خلصهم، كان بياخد فيهم وقت، حرفيا بيعوقوا عن الباقيين حوالي من 10 دقايق لربع ساعة. ليه؟ لأن هو بيشتغل فيهم على حاجات أكتر. يعني دي الأوديو، لو جينا هنا نشغلها هتلاقيها شغالة. البودكاست عمود اتنين. And it relies on certain preconditions and postconditions being true. If your new derived object violates that contract, بيعملها كبودكاست ما بين اتنين. تقدر هنا برضه تشوف الفيديو، هو هنا بيعمله لك عدد من الدقايق. يعني هنا هو عمله 8 دقايق رايتنج هاي كواليتي جافا، تكتب Welcome كود to جافا. the explainer. So, let's talk about Java code. What's the real difference between built to last? Okay, so we're not just talking, no questions asked. It's what makes sure your inheritance hierarchies are sane and that polymorphism actually works the way you expect it to. Seriously, every Java dev wrestles with this at some point. وتقدر ان انت تنزل الريكورد او تنزل الفيديو دول عندك على الجهاز بكل سرعة وتشوفهم عادي جدا. ده هنا كمان الجزء بتاع السلايد ديسك اللي انا قلت لكم عليه، تقدر انت تشوفه بكل سرعة. هو ظبط لك الملف على هيئة 15 سلايد او اقل او اكتر، هنشوف منها مع بعض. يعني هنا هو عمله لك على هيئة ملف، تقدر انت تنزله بي دي اف وتشوف الفرق عندك، وتذاكر الجافا منه. مش هيكون باللي هو الحاجة الكبيرة، بس هو عامله لك هنا على هيئة سمري، انت فاهمني. ده عمله لك هنا 14 سلايد وعامل لك فيه اشكال وحاجات تساعدك على الفهم. بس دي التول بتاعتنا النهارده اللي حبيت اكلمكم عنها. وتقدر تستفاد منها ازاي ايا كان مجالك وايا كان سنك برضه. بس وبالتوفيق للجميع، شكرا جدا ليكم.